يعجبني الجرح لو لاقى شمات، يضم روحه بحيث يبين التم، وتعجبني السيوف بكف الإصبع، يحمرها الخجل لو ما لقى الدم. يا علي ياهل قال حزنك هذا حده، أي هذا دمع من على المخدة. الله الله. ومن يمتى ياهل قال حزنك هذا حده، هذا دمع من على المخدة. هذا دمع من على المخدة. الله الله. ومن يمتى أحبك بالتصاوير، ومن تشوفني تنطينا مدة. الله الله. ذيك الأحلام الحلوة تنباق، ورسمة تصير من باب المودة. وبدربك كنت كل ليلة مصلوب، يتبدى الندى ودمي يتبدى. نطرت وضايفين ويا العناوين، بس قدامك الما بيها هدة. الفطرة نطرت وضايفين ويا العناوين، بس قدامك الما بيها هدة. الفطرة من شباقت سنين، وشتلتنا على درب النوق وردة. ومتحزمة الشدايد بالدرابين، أنا أدري الشدايد وحدة وحدة. الله الله. والله الحزن مو هذا. الله الله. متحزمة الشدايد بالدرابين، أنا أدري الشدايد وحدة وحدة. والله الوجع مو هذا حده. لا بالموادع حزن ما عايش أنت، شهيد بحضنك يوصع لبنته. وكل ليلة أموت بلا معزيات، تشييع القمر بالماي سكته. شو الحزن خساراتي والله الوجع مو هذا حده. بالموادع حزن ما عايش أنت، شهيد بحضنك يوصع لبنته. وكل ليلة أموت بلا معزيات، تشييع القمر بالماي سكته. خساراتي نياشين المحطات، أي هذا هنا خذلني هنا خسرته. الله الله. هنا خساراتي نياشين المحطات، هذا هنا خذلني هنا خسرته. الله الله. هنا طاحن جفوفه وما حد ندار، هنا دمع رخص وهنا مسحته. هنا زغرت بعين الدنيا والناس، كل واحد أخذ روحه بجنبته. الله الله. الله يسلمك. الله الله. الله يسلمك سيدي. يا مسيت العافية عليك. مسيت العافية عليك سيدي. المبدع. الله يسلمك. على عليان، ويا مسيت العافية عليكم مشاهدينا الكرام. حياك الله. حي من قال. فرحان جدا بتواجدك ببرنامج رسائل. أنا أكثر كل الهلا سيدنا، وشكرا لكرم الدعوة. اليوم إن شاء الله نكون قدر المسؤولية. طالع شاب تخبل. الله يسلمك. مو أحلى منك سيدي. الله يسلمك. بس حزنك هذا يا أخي مو بقد عمرك. والله سيد، هو أي عراقي هو يطلع حزين يعني. بس شلون هذا المسرح اللي عندك بالقصيدة، هنا خسرته وهنا فقدته. أنت من النوع اللي ما ينسى الذكريات وما ينسى الأماكن. لابد إنه كل مكان لك شغلة تذكرك بها، الأماكن كلها مشتاقة لك. على شنو تفسير هاي القصيدة؟ هذه اللي قريتها؟ أي. هي خسارات ووداع خسارات يعني، ووداع وخذلان وكبرياء نفسه وخذلان. لازم يكون بها هذا الشيء. بعدها العوض شنو؟ العوض محبة الناس. محبة الناس يا أخي. إلا يا أخي تخسر عافيتك وتخسرها يعني سيد. أنت بعد أنت من تكتب هيك وتكون بهذا الكم الهائل من الوجع، ما تنتظر أحد يجيك. حتى لو يجي بعد أنت حركتك راحت وعدت هاي الأيام اللي كنت موجوع بيها. تشوف نفسك عايش أكبر من عمرك بهواي لو بس بالقصائد لا عمري سيد. لا تكبرني. حياك الله يا علي. من قال. الله يسلمك سيدنا. كربلاء، من نسولف عن كربلاء يعني المجال من تسولف عنها يا أخي ما توسع حلقة. وأنا كربلاء قبل فترة كانت أكو إشارات على كربلاء محزنة، إنه كان النجم ما يوصل من كربلاء إلا بصعوبة. خلينا نتكلم بعفوية، وكان الوصول بصعوبة. بعد فترة يعني الله يرحمك يا زيد السومري، كانت يعني بوقتها صارت حركة مال المنتديات، طوريج المركز، منافسة حلوة كلش حلوة، وأنا على تواصل ويا شعراء كربلاء. بعدها مرت فتور. هسه سولفنا على كربلاء، شلونها كربلاء التواصل بالمنتديات، الشعراء الشباب التواصل بيناتهم. والله سيد، هسه كربلاء يعني تمر بأكثر حالة صحية شعريا بهاي الفترة حاليا يعني. جيد. الفترة السابقة يعني فترة قصيرة يعني آخر 3 سنوات بالآونة الأخيرة، كربلاء يعني قامت تصدر حتى خارج المحافظات تصدر. أنا هذا الشيء كلش يفرحني. أي، فهذا التكاتف الشباب بيناتنا يعني. إحنا اليوم كذا عدد 5 منتديات أو 6 منتديات أو أكثر يعني، خاف لا يفوتني واحد. فسيد اليوم من يصير مهرجان بفلان منتدى باعتبار منتدى واحد صاير، الجمهور ما يدري بها منتدى. أنا أهم نقطة هاي. كنا مسموعين لنفس المنتدى.
هاي النقطة يا أخي مو أي. موجودة على أي محافظة. بالضبط. هذه الألفة بين بس المنتديات. هاي اجت سيد من تجارب سبقتنا، شفنا احنا زين. الخلافات بجميع الوسط وجميع المحافظات. أي. شفنا اكو هاي الثغرة، اكو هاي المنافسة المو شريفة كانت صراحة. صحيح. بين بعض الشعراء مو الجميع. فاحنا اخذنا هاي العبرة من عندهم وتكاتفنا كنا، وبالاضافة الى انه اكو شيء عظيم بكربلاء انه كنا على مبدأ واحد. فهذا المبدأ جمعنا انه نكون على قلب واحد اللي هو حب العراق، وماكو اعظم من هذا الشيء. هاي والله أنا أبصم لك بها، لأن أشوف أغلب مهرجانات كربلاء هي تشير إلى مهرجانات الوطنية. بس أكو نقطة ما أشرت لها، علاقتكم ويا الجيل اللي سبقكم. هاي المهرجانات اجت من جيل الشباب بيناتكم، هاي الجهود المبذولة، لو أكو تجربة سبقتكم هي اللي مدت لكم إيد العون؟ اكو تعاون، يعني مثلا اكو مثلا جي. الشباب سوينا منتدى، طرحنا بعض الاسماء، فلان اسم عجبنا وعجب الكل. الشباب انتم سويتوا منتدى، ماكو يعني لا اكو اسماء اكو مثلا هاي جاي احكي على بعض يعني نعم. منتدى واحد من باقي المنتديات ممكن شاعر سابقنا مسوي. فاحنا جمعنا طرحنا اسم، اقتنعنا بهذا الاسم كنا يعني من باب الشاعريه، من باب هو خوش انسان. اتفقنا عليه خلينا رئيس، من باب انه هو اكثر من عندنا تجربه واكثر من عندنا عمرا، فخلينا رئيس. علي هذا جيلكم تحس بيه اكو انتقاله تختلف، اكو حداثه تختلف عن الجيل اللي سبقكم؟ لو اكو تاثير، وعاده الشاعر الشاب ممكن بالضروره ان يكون متاثر باسم سواء من محافظته او تجربه سابقته. هو ما ممكن يكون متاثر باسم اساسا، مو بعيدا عن المحافظه. وهذا المعنى اللي اريد اوصل له. يعني ممكن يتاثر بقصيده، بقصائد، ممكن بالشعر جميع، يعني شكل قصيده ممكن اليوم يسمع القصيده السيئه والقصيده الجيده حتى يتعلم من القصيده السيئه يتعلم من الجيد. جوابك كلش ارتاحت له. الله يسلمك. لان انا صراحه ما ايد الشاعر اللي يتاثر بتجربه لربما يكون مستنسخ وبالتالي ما يعيش شخصيته ولا يعيش وجدانه. يعني طبيعي اليوم تتاثر، مثلا حتى لو كنت بشخص تتاثر تنعجب بس ما تنعكس. تتاثر مو بكتابته، تنعكس على كتابتك. يعني اليوم شيء حلو من تطلع بلونك. هو هذا الشيء، هذا الشيء اللي اسالك عنه، انه اكو انتقاله من هذا النوع اختلافيه نقدر نقول. والله سيد هي بتجي سبقنا اختلافيه بهذا النوع بهذا الجانب. يعني احنا من طلعنا لقينا فلان وفلان وفلان تجارب قدامنا، كل واحد لون ولا لونه الخاص يكتب به. فاحنا جينا هم كل من لونه الخاص، ما حد يتاثر بفلان. انا اليوم اريد استثمرك على اول ظهور اعلامي لك. اي صح. خل نسمع على ذاقتك. وحدك اي والمرايه تذكرك لوحدك. انت شنو هاي الوحده اللي عايشها؟ وحدك والمرايه تذكرك لوحدك، تكابر على الجفا. الله يسلمك. وحدك والمرايه تذكرك لوحدك، تكابر على الجفا وبس قلب ما عندك. وشي ضم الحزن دمي بس على البيبان، وقطرات المطر ما طاحن بقدك. الله الله ايامك قذل. وحدك والمرايه تذكرك لوحدك، تكابر على الجفا وبس قلب ما عندك. شي ضم الحزن دمي بس على البيبان، وقطرات المطر ما طاحن بقدك. ايامك قذل وتطشرن بالريح، طوق الغربه لمهن تنطرش عندك. وصل بيك الجفا السنبل تعافى عليك. الله الله. بذاكرتك ثكاله. الله يسلمك. وصل بيك الجفا السنبل تعافى عليك. بذاكرتك ثكاله يصرخن لفقدك. تحرق بالصور وتزاعل الشباك، وتنوع للرحيل وشوقك يردك. تعفي عليمن بنسفك قمر ينشاف، قطعه ورزقك وما تقطع بنجدك. نجيت من الحرب من ربعك تحنيت، وما تعرف الجاي كتلك قعدك. الله الله. وتتذكر. الله يسلمك. نجيت من الحرب قصيدة هاي. الله الله. نجيت من الحرب من ربعك تحنيت، وما تعرف الجاي قاعد كتلك يقعدك. وتتذكر جدام التنقل بوداع، مثل صوت المطر عالجثة بسدك. صريخ موادع براسك ولجمة وخوف، دمك محترق يا ما يلي بردك. تغمض عينك وطيفك جمالة آخ. الله. تسهر على المشاهد. الله يا علي. تغمض عينك وطيفك جمالة آخ، تسهر على المشاهد بالسما تهدك. يا خطفة اللون الما يضمها نقاب، يا قاضي اللي يصدق واهلك ضدك. وتسمع بالمساوم وصل للشراي، ومن يلم البكي وبمرايتك وحدك. الله الله. الله يسلمك سيدنا. أنا طبعا عندي سؤال كنت كاتبه على غير قصيدة. أنا خليني شوية أكتر الورقة مال الإعداد. براحتك.
علي، انا هذا الكتابه اللي قاعد تكتب بيها هسه انت، يا اخي انت قاعد تكتب ببرود وتاخذني ما ادري وين، تمام؟ بس من تشوف قصيدتك، من تبحر بقصيدتك تتعمق، تلقى حزن، تلقى براكين، تلقى آلام. يا اخي شلون خليته انه الظاهر برود والباطن هذا الهيجان الاحزان؟ يا اخي هذا اسلوب حتى صعب بالكتابه. والله سيد هي تطلع هيك، يعني الوجع كان هيك يعني. انت حقيقتك قصيدتك يعني انت هسه قدامي بارد لربما اسالف لك ما بقلبك، انا وين ادري. والله ما اعرف تضحك كذب ها. ما يعني هي القصيده يعني اكثر شيء يبين الشاعر بيها، ما يقدر يقول ان انا موجوع او ان انا متعافي، هي القصيده تبين. يعني شلون واحد يكتب متردد، حيره عندك انت، حيره شلون اكتبها يا اخي؟ من الظاهر عندك كبرياء، بالحزن عندك كبرياء، بس الباطن لابياتك تلقاها هذا الخشونه والحراره تلقاها خلف البرود. صحيح. وهذا الاسلوب يعني اصعب من السهل الممتنع. السهل الممتنع صعب اذا كانت القصيده رزنه، اذا كانت القصيده تبتعد عن التسويف، اذا كانت القصيده تحمل رساله. علي انت قاعد تعمل السهل الممتنع ولكن بغير طريقه، تاخذنا بانسيابيه المسرح. يعني قصيدتك حتى ستتمثل. والله سيد انت بعد انت ومفهوميتك افتهمت القصيده، بعد انا ما اعرف انه تتمثل. اجواءك شنو بالقصيده؟ اجواء انه انا مثلا اليوم ببالي شعر اريد اكتب، اجي واكتب، ما افكر انه هاي للسهل الممتنع او هاي للمسرح او هاي للنخبه، انه اكو مفردة نخبه. فانا اكتب الاحساس البيئه واكتب الاشياء اللي احسها، وهذا بس. هاي الوحده اللي بقصائدك من خلفها؟ الوحده نفسها. يعني انا من النوع اللي ينتمي للهدوء وللوحده يعني ما يحب الضجيج. لكن علي يعني اغلب اللي بعمرك خلينا نقول اكو خيط امل بقصائده، اكو خط رجعه، انت هسه بهذا العمر يا اخي باترهم من القصائد. سيد ممكن بعد يعني انت ليش تكبرني سيد دائما؟ لا قصيدتك كبيره. الله يسلمك. قصيدتك كبيره فعلا بالله. انا مو يعني اخلي امام المشاهدين، الله شاهد، هي راح تحكي طبعا الجمهور الله يسلمك والناس اللي تعرف الشعر راح تسمع قصيدتك شهاده والله. وتحكم. اكو لربما اكو قصيده بس اقول له الله واقول له بالاعداد اللي موجود عندي، واكو قصيده تجبرني اكثر الاعداد ونسولف على اجواء القصيده. الله يسلمك. فاكو قصائد هسه انت القصائد اللي قرأتها قصائد يا اخي اشوفها بيها اختلافيه، اشوفها بيها مواضيع مختلفه، وتوظيفك للحزن وتوظيفك للحيره وللوحده يا اخي باسلوب يختلف. صح. فهيك قصائد يعني مستحيل نعبرها. الله يسلمك سيد، هذا يدل على امتلائك ومفرداتك. الله يسلمك ويكون بعونك، لان شو وقت تفرح مسؤوليه كبيره. ممكن افرح، ممكن فرحان بالقصائد الجايه بعدك ممكن. شفت لك منشور كاتب لا تيأس فإن اليأس كفر، مو هيك؟ صح. وين تريد توصل؟ الإمام علي يعني. نعم سلام الله عليه. سلام الله على الإمام علي. إيه لا تيأس، لازم أمل الحياة موجود. أنت وين واصل حتى نشرت هذا المنشور؟ ما جاب بالك ونشرته؟ ممكن أشوف واحد من أصدقائي يأس من الحياة وأنشر. لا هذا نكترها علي حبيبي، ما تسولف عن رفيقك لا صديقك. مرحلة اليأس اللي وصلها يعني خلص ماكو حياة، يعني ماكو حياة قدام، ماكو شيء توصله، أنت بعد ميت. هاي المرحلة تعديتها؟ ما وصلتها الحمد لله، ما وصلت لليأس. شو أحسك تتمنى تريد توصلها؟ لا محب للحياة والله بالعكس سيد، محب للحياة، يعني ما أريد أتمنى أوصل هاي المرحلة. هل إذا قلت لك تختزل لي شاعريتك كلها ببيت ممكن؟ اللي أي نعم إلك، وما أعرف هسه شاعريتك. سيد ما ممكن شاعريت يعني تختصرها ببيت واحد، بس أنا ممكن أنطيك بيت. أنت ليش حتى بجوابك مخلي هاي الممكن الحيرة يعني ما ثابت؟ لازم. ومن التناقض تبدأ الفلسفة، مو؟ قرارك دائما يكون بتردد؟ ممكن إذا شوف هسه قلت ممكن. إذا أضوج إنسان أحبه أي وقراري يسيء له ممكن أغير قراري. بس مو قرار يعني صعب، القرارات تمشي السهلة اللي نمشيها يعني. أيوة مضوج أنت اللي بسيطة.
اي ممكن اضوجه، هم ممكن. اي اضوجه يعني سيد، اذا ما ضوجه وتفرحه، اذا كلها فرح هم تصير ممله. حلوة الحياة من تكون على طبيعتها. بالضبط، حلوه مره. نرجع صلب السؤال. شنو البيت اللي يخطر ببالك حتى يختزل شعريتك وهمومك؟ البيت هنا تبدأ تسامر في ورا الشباك. الله ما الله حد يدري بيك تموت كل مغرب. الله 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 يسلمك. الله. الله يسلمك. انت ليش ما تسولف هذا الوجع الاشخاص اللي تشوفهم؟ امير المؤمنين كان يسولف للبير. سلام الله على امير. مو صح؟ فكل انسان ترى يحتاج علي، بس مرات الحزن كتال صاحبه، مرات الجرح يأذي صاحبه كلش، ويغير الالوان بعين صاحبه. فانت حزنك ما شفت لشخص يعني تسولف له. سيد، هل من الممكن اليوم اكو شيء اقرب لي من القصيده؟ ممكن. قد ما يكون القصيده شخص، شلون نزينها؟ القصيده اقرب من الشخص. يعني ولادتك، القصيده ولادتك تعتبر اقرب من شيء من ظناك؟ اي علي صحيح، بس احنا غالبا القصيده مرتبطه بشخص، وغالبا الحزن سمع القصيده يعرف انه انا شنو. وغالبا الحزن اللي نعيشه يمثل اشخاص، موقف حزن، فراق، وداع. هن ذني يمثلن القصائد. صحيح. اكو فقره حضرها لنا سيد محمد المعد، ما اعرف، اشوف المفردات اللي مذكوره امامي، اشوفها هي انت ذكرتها بالقصائد، بس خلينا نشوف مخيلتك وين نوصل بها. على الدخان. الدخان شو تفيد الجقاير ما تزيح وجوه، دمك يحترق ويسافر الدخان. الله الله. الحزن. الله يسلمك. عشت مثل الحزن مكروه، ما مش واحد يحبني. الله الله. الله يسلمك. الله يسلمك. شلون؟ عشت مثل الحزن مكروه، ما مش واحد يحبني. الله الله. الله يسلمك سيد. الغيرة. الغيرة تغارم نغازل طفل وتصيح ما حبك، مو تدري بيا قبر شالك وما يذبك، والله ندر الجفا يتعبني ما يتعبك، كما قلت لي قبل هاي الاصابع كذب بالله وعتهدني، من اول هلو مبتعد بس هالسنة تعودت فرقاك يقتلني. الله الله. وش قد تاخذ بغيبتي شوية خذ من حزني. الله الله. الله يسلمك. ويا هذا بقصاده هو مجهول. على قبل لا ناخذ فاصل خلينا نسمع قصيدة. تستاهل أكثر والله خي يحبونك، راح القبل يبكي ويطيح بدونك، مستوعب بتغيير شكلك حسيت شلت ايدي منك قبل لا يخربونك. نبض الله تتمنى. تستاهل أكثر والله خي يحبونك، راح القبل يبكي ويطيح بدونك. الله الله. ومستوعب بتغيير شكلك حسيت شلت ايدي منك قبل لا يخربونك، ذاك الندى اللي يتمايل على الشباك هو اللي يجاوب لما يسألونك، يرسم ملامحنا ويخلي التاريخ وتمسحه حاول قبل لا يحلفونك. الله الله. بتشيتنا وتضحك وياهم مرتاح، اصبر عليهم باكر يبتشونك. الله الله. اكتب خساراتي وتميل الحيطان، اي ما رايد اربح ردت بس شلونك، شعرك الفايض بعد لسه يغطيك، الرصعات ذيك اللي هسه فوق متونك، قاع الله ما كفتكم الا على الباب اطلع وشوف الوادم يبوسونك. الله الله. قاع الله ما كفتكم الا الله على الباب. الله. الله يسلمك. شعرك الفايض بعد لسه يغطيك، الرصعات ذيك اللي هسه فوق متونك، قاع الله ما كفتكم الا على الباب اطلع وشوف الوادم يبوسونك. اطلع واشوف الوادم يبوسونك، واضحك وادير الوجه عنكم مرتاح بس ما الله ضوجتنا عيونك. الله الله. ماي. اضحك وادير الوجه عنكم مرتاح بس ما الله ضوجتنا عيونك، يا ماي زحمه قبال ويشربونك، تتباهى المن غير جو عطشانين، واجهنا من يروون ويبدونك. الله. من توقع وتلقى السوالف كذبه. الله يسلمك. واجهنا من يروون ويبدونك، من توقع وتلقى السوالف كذبه، ترجع الواحد قبل كنت تحبه، وما اقتنع جيتك متاخره هواي، حب بمشاعر وانت حبك لعبه.
الله 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 يسلمك. الله يا علي. الله يسلمك سيد. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجع لكم. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام مع المبدع علي عليان. كل الهنا. الله يسلمك، ما هلا سيدنا. كلش فرحان بتواجدك. والله أنا فرحان جدا يعني بتواجدي وياكم. علي اريد ادخل بهذا البارت شلون عندك بيت يقول سحقوها العروبه. أي هذا الموقف للإخوان الفلسطينيين. اي نعم. غزة. أسحقها العروبة القبلة بهاي. الله الله. عمرها أسبوع تتحول شهيدة. ويصرح رايح يحرر فلسطين ويا ابو اسرائيل هو مخلي ايده. الله الله. الله يسلمك. علي يعني يعجبني الشاعر اللي بهيك عمر ويكون صاحب رسالة بعيدة. لازم شاعر يكون رسالة. مو كل شاعر قاعد نشوفه. مرات اليوم اغلب الشعراء قاعد نشوفه اللي يهم الوصول، اللي يهم الشهرة. واكو سؤال بجيلكم قاعد نشوف اكو مفردات دخيلة. والله سيد انا اريد اجاوب سؤالك على مسؤوليتي. نعم. انه ما عنده مبدأ مو شاعر. والله انا ابصم لك. أي. ابصم لك. الله يسلمك. ادخال المفردات الان الى القصيدة. اكو مفردات قاعد تدخل القصيدة، البعض يشوفها سلبية، البعض يشوفها ايجابية. شنو رأيك بادخال هذه المفردات باعتبارها انه البعض يعتبرها حداثة؟ اكو مفردات ما بها اساءة. نعم. فمن الشيء المفرح تدخل بالقصيدة من باب الحداثة. اما اذا اكو اشياء نشاز او اكو اشياء سيئة تدخل للقصيدة ما لها داعي تتوظف بقصيدة، هذا فن. فبالفن انت نضيف شيء مسيء للفن فهذا اكيد راح ينشز. حذر علي التحذر هسه الان بالكتابة. تفكر تحسب هاي الحسابات؟ ايه هواي احسب لهاي الموضوع يعني حتى نستثمر الوقت. عفوا اكو اسئلة جدا مهمة لازم نطرحها بالحلقة. تفضل. حتى من خلالك انه نعكس الصورة الإيجابية. علي من مؤسسين منتدى سمير صبيح. طبعا كل شحب انه يكون المؤسسين للمنتدى شعراء شباب، هاي الصورة ضرور ان تنعكس للبقية يشوفها الوسط. لان البقية شعراء شباب احنا ما حد محتضننا، ما حد كذا. صح. ما يدري هو اكبر طاقة عنده. صحيح. اكبر تحرك هو. مو صح؟ مو هاي الفترة يعني بعد ما يحتاج انه نقول اكو فلان ضربنا او اكو اعلام ضربنا، انت تحرك واشتغل. باختصار سولف لي على منتدى سمير صبيح. والله سيد منتدى سمير صبيح الله يرحمه انه في مجموعة الشباب. نعم. على وقفة وحدة الاحتجاج كانت، فانطلقت هاي الفكرة مال منتدى سمير صبيح، فأسسناه وترأس الحبيب مصطفى العياشي أبو سيف. وأول منتدى سمير صبيح كانوا بحضوره بالافتتاح هو موجود. نعم. وصدر شعراء حاليا نجوم بالوسط الشعري. بالإضافة إلى أنه أضافت زيد السومري الله يرحمه لهذا المنتدى. طبعا أنا زيد كانت إضافة مهمة. أنا زيد يعني ما نقدر نسولف على زيد، لأن أنا زيد صراحة يعني لي الكثير، بس أنتم ما تدرون للمعلومة بيني ما بين الله. زيد أكثر شخص كان يدافع عن كربلاء، أكثر شخص إنه كان ينحي اسمه يخابرني يا أبو سيد على حتى واسطين مشاهدة كلامية فلان شاعر فلان شاعر، فكان يدافع رغم أنه البعض كان إنه يتكلم على زيد مثلا علاقات أو كذا، بس ما يعرف زيد شنو. زيد مص الناس كان يكرههم. لذلك عاش زيد. اي فيعني زيد نموذج يعني مختلف جدا. طبعا. مختلف جدا وصاحب مبدأ، والجميل هو كله يخبر زيد الله يرحمه. الله. ولكن صريح يا اخي ما عنده شيء. بالضبط. يزعل يضحك وبسرعه يرضى. زيد هذا التلون ما عاشه. صح. فانا يعني كاعتزازي ببقيه الاسماء، بس زيد السومري ما ينعبر بسهولة، وبنفس الوقت ما يختصر بجملة ولا بحلقة. فأتمنى أن يكون بأماسيكم منتدياتكم أن يكون زيد السومري شعار أنه ما ينعبر هذا. فلربما البعض أسأل وقت كذا، بس إذا عبر هاي المنتديات نصيحة لله والله سيد، إذا عبر زيد السومري بعد كم يوم تعبر أكبر اسم يجيب والله سيد كل منتديات كربلاء ما عبر زيد. من الناس اللي متأثر بزيد السومري، وزيد السومري يعني رحيله أثر على عليان. والله سيد هو زيد أثر علينا كلنا يعني
نعم، ولكن اكو زيد كسره وبنفس الوقت هو كان دافع معنوي يقدم لنا يعني بشكل مو طبيعي، حتى بانتماء بفتره قصيره انتمى للمنتدى مالتنا. نعم. لكن كان دافع معنوي، المنتدى هذا لازم نشتغل عليه، لازم كربلاء تتحرك، لازم الاول على العراق مو على كربلاء. بعيدا عن العنصريه كان يشتغل انه الابداع يريد انه يعني هو كان يعارك يعني هاي الروح الله يرحمك اللي تسوي لك واهي صدق، تكتب ترجع تكتب. يبارك ان شاء الله بكم. وهسه يعني من باب المنتدى انه حتى هسه ما نقدر نغادر المنتدى لان نحس نخذل زيد خروجنا من المنتدى مع سمير صبيح. فمستمرين، اي واحد من منتدانا اي عضو تحاكي يقول لك انا لو ابقى وحدي بالمنتدى ابقى اكمل ما اطلع منه. يا رب ان شاء الله الاستمراريه. الله البركه ان شاء الله بكم، والبركه بابن العم الشاعر والمبدع حيدر هواد. حيدر من الاسماء المهمه، من الاسماء اللي صدرت اسماء كربلاء وصدرت الاسماء العراق. صح. اسم جدا مهم، وان شاء الله هو يعني هو بحياه زيد كانت اكو اشارات انه يكون سبحان الله، اكو اشارات انه يكون هو استمراريه لزيد، امتداد زيد السومري. صحيح. فالحمد لله والشكر، يعني الله من خذ امانه زيد خلى مكان امتداد. خلى زيد يعني شاء الله. حيدر حتى بتصرفاته بوضعيته يذكرك بزيد، بحركاته يعني وجع الراس. يعني هسه من يجي مثلا راسي يوجعني اريد اروح الصيدليه، زيد كذلك. يعني ملاحظين ربعنا يعني حتى جيل سبقنا يلاحظون يقولوا حيدر يعني تصرفاتك تشبه هواي زيد. بعد اخوه. اي وحيدر يعني بياض وجه. حيدر من الاسماء المهمه والاسماء اللي عبرت اعمارهم. صح. وتحدث اعمارهم. قبل كانت الا يوصل كذا عمر يلا يوصل. لا اليوم الشاعر الشعبي يعني خله يريد يخلي بصمه يخلي بصمه. اريد قبل لا تسمعنا قصيده لك اريدك تقال زيد شنو حافظ له؟ زيد يقول من يجيك الليل وحدك حتى جرحك يستغلك. لا. تجي تقلب بالصور عينك تفشلك، تجي تودع، تجي تقاطع لك مسافه رايد تودع عزيز، توقع تراب المحطه يغطشك لك. هيج كسرة خاطر معود شقل لك، شاوروني بروحتك لو لقنوني، خيطوا حزن الثمانينات ثوب ولبسوني، والورد يخنقني عقبك والعطر ما قمت اطيقه. تدري ما يعبر الليل بلا جقاره ولا موسيقى، تدري احس الوطن مذبوح على صدري، تدري حلقات الجنود اللي ماتوا بكل الحروب كلها احس بيها مشلوعه من صدري. الله الرحمه والخلود. الله يا اخي، حتى بكتاباته ما تحسه يصنع باسم فلان، يكتب كما هو. ايش راح تسمعنا؟ سمعك مجاراة لزيد. مو مالت برود اعصاب والوداع، اي ابكي قبال طيح انكسر تمثيل. انا قلت لك مودع بالله كذاب، حرب كانت العزه والتواسيل. هضيمه لردتك شديت العلوق وترد قبال تحرق بالمراسيل. الله يذبحني الحنين اللي يصحى الغروب، وكسر ساعته وما يوقف الميل. فلاح وافز ويفزة الطير، وما خليت قاع يطبها التخيل. واذا صار المساوم ديرة وجوه، تعال اخذ المناجل والمحاصيل. مجرب من تورث وانت محروق، وتطفت جقارة دموع تسيل. من قلبك يخاف من العناوين وانت الجنت تدفن بالمشاتيل. من تمشي وتحس شلو صفات. مجرب من تورث وانت محروق، وتطفت جقارة دموع تسيل. من قلبك يخاف من العناوين وانت الجنت تدفن بالمشاتيل. الله. من تمشي وتحس الناس تمثال، وتحس هالناس وتحاكي التماثيل. من توصل خساراتك للأحلام وتعزيها وتعزيك المواويل. من توصل خساراتك للأحلام وتعزيها وتعزيك المواويل. من تريد تخفى وراسك يصيح، يحاول ينسى وتكتله التفاصيل. مثل بيت الطفولة وتنسى غلطان، تبقى تحن عليه لو بالسما تشيل. يا أخي شل عن قلب هذا. الله يسلمك. ماكو شل عن قلب. الله شوفتك إيجابية. عليانا وحب الطفولة. سولف لي هسه بعيدا عن الحزن، خلينا نطلع من روتي. اي هذا في غزل شويه. ها؟ في غزل. سولف لي، اخذ مساحتك كلش. الطفولة سيدي، اليوم كنا نحب الطفولة، حب ممكن بدون ما تقول احبك، انت تكبر تقول فلان كنت احبه بسبب تصرفاتي وياه، بسبب انه اذا زعل احد تتفازع له. فحب الطفولة كان بريء، كان نظيف، على الفطرة، خالي من الشوائب الموجودة حاليا بالحب. نعم. فوظفت انا بهيك بابيات تقول ردتك قبل لا يحطوا لك اسم، من كنا نسمع ما نعرف السهر، من كنا نتعارك سوا على اللعب، من كنا للجيران عندنا السفر.
تذكر قبل لا نخفى نحسب نجم، من كنا نصيحان القمر. الله الله يا سولت من اشتاق لزمة درب، الوادم قديمة وتلتزم بالصور. الله الله. الله يسلمك. علي، منو الشخص اللي تتهرب منه؟ أتهرب من الشخص اللي يكون متلون بالمبدأ ويكون يحمل بالنرجسية المفرطة. يا أخي وين تعرفهم أنت ذول؟ ما تقول لي شلون القلب هناك. اي يعني لا، هسه المجتمع أغلب المجتمع وين تطيح فيه علي؟ يمشوا وياك عمر هناك. هاي مشكلة. اي بس أنا يعني مو النوع اللي ما مثل يقرب قبل. بسرعة. قبل العصبي عصبي. تعرفه. بين ذاك هو. مشكلة هاي. هسه يا أخي ما تعرفه، ما تعرف الشخص يتمنى لك الخير ولهذا إذا عندك أنت 2 3 من ذول اللي تتشى عليهم احمد الله وشكره. لذلك نرجع وين أنت جاوبت روحك بالسؤال الأول من قلت لي ليش خسارات فمن هذا الباب إنه أنت تمشي وياه سنة وسنتين و3 سنوات بعدين تكتشف أنه هو شنو كان. هسه هاي خسارات الأصدقاء لو خسارات الحب. لا أصدقاء. والله لا. والحب. الحب خسارات يعني يعني كم مرة حاب. غير أصدقاء. قد تحب أصدقائك. أيوة يعني مو من النوع اللي ما أقرب أي صديق. علي، أنت من الناس اللي أصدقائهم معدودين؟ أي. من باب أنه ليس عظيم أن تصنع 1000 صديق في عام، ولكن العظيم أن تصنع صديقا ل1000 عام. وهذا المبدأ ما يتعبك؟ لا، وكتبت أنه هيك صديق كان عندي صدق استمر يعني، فقلت له يا ربح الرفاقة الما وراها عيوب. الله. الرافق مثلك من الدنيا ما يخسر. اهتمامك يعني سابقا نفس اهتمامك حاليا لو تغير الاهتمام أنا فقدت الشغف. أي. ما بي ردة فعل والصدمة معدومة، والناس التشابه هدم بس أنا عكس البشر متشابهة همومة، والعافن الوحد ما بي لهفة قبل من راح ما لومه. على شنو القرار الحاسم اللي اتخذته على قلبك؟ قرار خلاص تهتم بنفسك، تشوف نفسك مقدمة الأمور، لو طبعاً بعدك هذا شيء على قولتهم الخير يطمن حقه وعايش للوادم. لا أنا ما عايش للوادم، ممكن إنه أطمن حق الصديق يستاهل ويستحق حقيقي. ليش أغلب قصائدك لأصدقاء وين الحب؟ موجود الحب سيد يعني بالقصيدة تقدر تفوت بيت للحب. الغيرة خلتك يعني تخفي قصائدك عن الناس؟ لا مو مرات تلقى شاعر يا أخي يحب النفس ما يطيق قلبه أنه يوظف حبه بالقصائد. ممكن التجارب اللي خلتني ممكن ويا الأصدقاء أكثر من الحبيب، وأنا يعني قرأت أكثر من قصيدة يمكن للحبيب. أنت قرأت كلها خسارات. إيه خسارات الحب هم خسارات. ممكن اليوم الشخص المتوفي هاي خسارة، ممكن هاي السنين احنا جاي نخسرها، هاي اللحظات اللي نعيشها هاي خسارة باعتبار من عمر. هاي الخسارات تحسها بربح لأن عرفتك يعني في مقتبل العمر عرفتك على معدن الحياة. صح. عن الصعوبة. صح. مرات الإنسان يوصل ترى عمره 40 ما مفتهم الحياة. صحيح. بس اللي يسمع قصيدتك هسه يفتهم الحياة كويس. صحيح. اكو بيت الحسن البركي الله يذكره بالخير. تحياتنا حسن البركي ابو سيف يقول مو دنيا الله يساعد اللي يفتهم. اي شيء من وقت. اي يعني اذا تفتهمها وفاطن لها فانت من بدايه انه راح تكون تحسب لكل شيء، تكون من تحزن على كل شيء، تتاذى. الحقيقه مره. علي، وصلنا الى مسك الختام. ما تمنيت انه اقول لك هاي العباره، لان صراحه تمنيت استثمر وجودك اكثر من هذا الوقت. الله يسلمك سيدنا. ايش راح تسمعنا؟ اسمعك ملقاي بارد كان ما بينت، ميت عليك وميت من التعب. الله الله. ملقاي بارد كان ما بينت، ميت الله عليك الله. وميت من التعب. اي تونر دغازل عينك وغمضت، ورموشك جناحه ويغطي الذهب. ويلا عندك بخت والشام ما ينوخد، بول ملاقى وياك. الله. ملقاي بارد كان ما بينت، ميت عليك وميت من التعب. تونر دغازل عينك وغمضت، ورموشك جناحه ويغطي الذهب. عندك بخت والشام ما ينوخد، بول ملاقى وياك كان انسلب. الله الله. بصياح ومزاعل تقضي الوقت، لو هادئ شويه الا ذوق العنب. الله. بصياح ومزاعل تقضي الوقت، لو هادئ شويه الا ذوق العنب. سلطان متمرد اذكرك ردت، اي باكر تطيح السلطه بيد الشعب.
من الرسائل بينت عشرتك. الله الله. سلطان متمرد أذكرك ردت، باكر تطيح السلطة بيد الشعب. من الرسائل بينت عشرتك، تحاول تذمنا وتستغل العتب. واجهتك البحر لوحدك تبرر قمت، والحكي بالمرسال وحده انكتب. اكتب باسمك وين ما صح شجر، وانا ادري اسمه يا الضحايا انحسب. قلبانا يلعب من يماشي البشر، انا الكتن بعشرتك ما لعب. الله الله. الله يسلمك. شلون هذا مال الشعب؟ سلطان متمرد اذكرك ردت، باكر تطيح السلطه بيد الشعب. هسه الله ينصر الشعب. الله ينصر الشعب. لا ينصر السلطه. لا الشعب. الله يا علي. الله يسلمك. مبدع سيدنا. جدا. شكرا لك. انطلاقه موفقه. الله يسلمك. وان شاء الله يكون خير اسم يمثل كربلاء. انت شاء الله يكون قدر هاي المسؤوليه. شاعر مهم. اخر كلمه لناسك ولجمهورك يا حبيبي. شكرا لك لهاي الكرم الدعوه، وشكرا للكادر اللي تعبناهم ويانا. الله يسلمك. وشكرا للسيد محمد البطاط، وان شاء الله اكون قدر مسؤوليه انه امثل اسم كربلاء كبيره. انت تخبر. وان شاء الله اكون ضيف خفيف الظل. يا رب ان شاء الله كل التوفيق. اللي اتمناه من عندك انه تستمر. الله يسلمك سيدنا. يا رب ان شاء الله كل التوفيق. شكرا. مشاهدينا الكرام انتظرونا بحلقه جديده من برنامج رسائل. كونوا في امان الله.